ورجعنا تاني معاكم وانضم لنا البلدوزر او التايجر عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، وهنتكلم معاه في حاجات كتير، بس الاول نسلم عليه ونعرف نطمن عليه. ازيك يا عمرو؟ ازي حضرتك يا استاذ كريم؟ طبعا استاذ كريم. طب انا عامل ايه على الهوا؟ كريم وخلاص كده حتى لو كابتن كريم. طيب بلاش. طب بص يا كابتن كريم، طبعا مبروك لك طبعا على البرنامج الجميل دوت وعلى القناه الجديده دي. وانا اول طبعا مره ان انا اطلع من فتره كبيره قوي اصلا يعني انا اتكلم في برنامج، خصوصا يعني في لغات كتير وفي مكان في مصداقيه وفي مكان ما فيهوش مصداقيه، ودي خلاص سنه الحياه. يعني الثوره لما اتغيرت ما غيرتش كل حاجه او غيرت حاجات كتير او بتغير حاجات كتير الى المستقبل. الثوره في السياسه؟ لا مش بتكلم سياسه، انا بتكلم في تغيير. ماشي. لكن بجد انا سعيد ان انا موجود النهارده معاكم ومع اسره البرنامج، واتمنى النهارده ان شاء الله ان انا الكلام اللي ممكن اقوله يكون افاده للجمهور الزمالك، لان انا خاطر جمهور ان شاء الله الزمالك. عمرو نعمل حلقه كويسه ونتكلم في كل حاجه، نوضح اهم حاجه، نوضح للناس اللي بيحصل. بالظبط. يعني عمرو زكي عنده ايه؟ مصاب بايه؟ ايه مشكلته؟ رجعت مع الزمالك ولعبت ماتشين اعتقد في الدوري وثلاث ماتشات وبعدين اتعورت وبعدت، واسباب عمرو، ناس بتقول ركبته بايظه، ناس بتقول مش عارف ايه. عايز اعرف. بص يا كريم، طبعا اولا مصداقيه اللاعب بتيجي من شخصيته قبل كده في مراحل كتير قوي، سواء في منتخبات او لما يكون لاعب منتخب، يعني سواء منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب اول. واحد بقيمه عمرو او بقيمه اي لعيب في الوضع اللي انا فيه مش محتاج انك انت غير تقول، يعني المفروض الكلام بتاعك بيكون مصداقيه، لكن كلامك عشان يكون كلامك لوحدك ما ينفعش، لازم بيكون عندك طبيب الفريق بيطلع يوضح وبيقفل الباب على اي حد يتكلم. ما ينفعش ان اللعيب هو اللي هو بيرد على اصابته. يعني انا كلاعب ما ينفعش ان انا كل يوم اطلع اتكلم، ما ينفعش ان انا كل يوم المطالب ان انا ارد على كل القنوات وارد على كل الصحفيين. الطبيعي ان انا راجل عنده اصابه كذا كذا بيتكلم فيها الدكتور وانا بتكلم بناء على كلام الدكتور، ده الطبيعي. لكن احنا مشكلتنا عدم ثبات الراي في نادي الزمالك، ومنتهى الامانه عدم ثبات الراي في نادي الزمالك. ازاي؟ يعني ايه ثبات الراي؟ ان انت مش راي واحد، يعني انت عندك مشكله لازم نبقى واضحين. اذا كنا احنا بنتكلم النهارده ان انت عايز تعمل تغيير في الفريق والجمهور العظيم اللي هو جمهور نادي الزمالك، ودي حقيقه، عاوز ياخد بطوله، عاوز يفرح، لازم ادور. انا مش كل سنه هفضل ان انا اقول المشكله كانت في عمرو او المشكله كانت في المدرب او المشكله كانت في الاعلام، اصل اعلام احمر، اصل اعلام ابيض. لا، اي منظومه علشان تنجح لازم بيكون لها اسس. الاسس بترتب على مجموعه العامل اللي تبقى موجوده. مجموعه العامل تبدا من اداره محترمه على اعلى مستوى، تقدر ان يجيب لك التسويق المحترم اللي يليق باسم النادي ومجموعه اللعيبه اللي موجودين وباسم المدرب الموجودين. الشيء الثاني عندك جمهور او قاعده جماهيريه كبيره. الشيء الثالث ان انت يكون عندك اعلام قوي بيعرف يدافع عن اسم النادي كويس قوي ويعرف ان هو يحافظ على كيان النادي. الشيء الرابع ان انت يكون عندك لعيبه على اعلى مستوى عارفه يعني قيمه البطوله من اول مباراه لاخر مباراه. يعني مش ان انا اجيب لعيب. طيب الحاجات دي مش متوفره. الشيء الخامس ان انت عندك مدرب كفء عنده طموح البطوله وعارف يتعامل ازاي مع مجموعه اللعيبه اللي هي موجوده عندك، من هتعامل ازاي مع الناشئ باسلوب، هتعامل ازاي مع اللعيب اللي انا لسه جايبه، هدخله الفرقه ازاي على مجموعه ليها جمهورها وليها قاعده كبيره، على اللعيب اللي هو جايبه لاسم كبير وبدخله. فلازم ان يكون عندك المدرب اللي هيتعامل مع المجموعه دي. لا انا ما بتكلمش ان المشكله في المدرب او المشكله في لعيب، لا انا بتكلم بصفه عامه، فاهمني؟ فدوت اللي انا بقول لك عليه او برجع لموضوعي، ان انا ما ينفعش كعمرو كل شويه ان انا طبيعي ان انا لما هتكلم كتير طبيعي ان انا عمري ما هعرف ان انا او كريم في برنامجه غير برنامج فلان او علان او الجيران ده غير من الجيران ده. مش هتعرف تغطي، انت بتتكلم كل برنامج. انت كده طالب ان الدكتور هو اللي يوضح. المصداقيه ازاي؟ احنا مش بمنتهى الامانه، فاهم؟ ممكن يعني ما فيش مصداقيه عندنا، مصداقيه عامه، سواء ممكن تبقى عند اللعيب او الدكتور او الاعلام نفسه، فالامور بتبقى متضاربه. الطبيعي انا بحترم جدا 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 ولازم انا اعترف بكده، بعترف بالمنافس بتاعي. المنافس بتاعي عنده الحته دي كويسه جدا. النادي الاهلي منتهى الامانه عنده النادي الاهلي منظم اولا اداريا، وده اللي منجح النادي الاهلي بنسبه 90%، ليس اللاعبين بس او المدرب بس او الجمهور بس، لا عندهم منظمين جدا، عندهم اداره على اعلى مستوى تعرف ان هي تعمل. طيب معلش اخد من كلامك يا عمرو ان انت بتقول المصداقيه، يعني الدكتور قال حاجه لا مش صح ولا ايه بالظبط؟ لا انا بكلمك ازاي. انا دلوقتي في لعيبه او لعيبه في النادي الاهلي بصرف النظر عن اسماء، ناس عملت عمليات، وطبيعي جدا في لعيبه انا وقت لعيب الكوره بيلعب بجسمه، فطبيعي انت عور في رجله، تعور انه يجي له عمليه، يجي له كذا كذا، ففي الاخر انت بتلعب بتوفيق ربنا، فاهم ازاي؟ معرض انك كنت تموت، يعني دي كوره بتلعب بروحك، ماشي؟ انت جت لعيبه عملت عمليات وقعدت اكتر من بلا سنه او اتعورت ولعبت تاني، وجا عندك لعيبه ثانيه عملت مش عارف ايه وايه وايه والكلام ده كله. طب انا واحد ما عملتش لغايه دلوقتي اصلا عمليه، الناس لازم تبقى فاهمه. انا حتى ركبتي انا ما عملتش عمليه في ركبتي. ليه؟ انا
اسمع في الاعلام عمرو زكي هيعتزل. طب ايه يعني ايه الهدف من كده؟ ما هو مش معقول عمرو زكي الهدف، لان انا ما عنديش عداوه مع اي حد، الحمد لله بحترم الجميع من صغير لكبير، وعمري ما اتاخرت عن حد، وفي نفس الوقت انا مش اول مره اتعامل مع اعلام، انا علاقتي بالاعلام علاقه جيده جدا ومحترمه، بحترم الجميع في كل تصريحاتي وفي كل ارائي، حتى لو حد بيعمل حاجه ممكن تسيء ليا انا ما بردش عليه، راجل سهل جدا، انت بتتكلم انا هطلع اتكلم، انت بتتكلم عن نفسي انا هرد عليك في كل الجرايد. بس انا بكلمك فيه انا لغايه دلوقتي ما عملتش اسمع عليا. ثانيا ليه ايه الغرض من يتقال على عمرو اعتزل؟ ايه الغرض ان يتقال على عمرو هيبطل؟ ايه الغرض ان عمرو عنده مشاكل مع الزمالك؟ ايه الغرض ان عمرو عنده مشكله مع حسام حسن؟ ايه الغرض ان عمرو عنده عارف ليه يقولوا كده؟ هقول لك عشان انت موجود على الملعب. لا بس ماتشات مش موجود. طبيعي لعيب الكوره في كل شعب طبيعي لعيب الكوره طول ما هو بعيد عن الملعب طول ما في كلام كتير عليه، بس الكلام اللي هو مش هقول لك يعني مش هقول البناء، لكن مش هتكلم ان انا انهي في هدم شويه بتخلص على واحد. يعني. الشيء الثاني اذا كانت الناس دي بتتكلم، هل انت دلوقتي حاطط لائحه في نادي الزمالك وانا احترمتها جدا جدا جدا، كابتن ابراهيم يعلم هذا، ان انا اللي اعتقد اللعيب الوحيد في نادي الزمالك او من اللعيبه اللي احترمت كمان الراجل اللي هو مدير الكوره، لان انا لازم اكون واضح معاك جدا، انا علاقتي جيده جدا جدا بالكابتن ابراهيم حسن والكابتن ابراهيم حسام حسن، الكلام ده انا قلته في اكتر من اول ما لعبت كوره وبقى بدا الناس تعرف يعني ايه عمرو زكي، قلت حسام حسن دوت كلاعب كوره مثل الاعلى، تمام، واكون سعيد جدا جدا، وكان من احسن لحظات حياتي في 2005 و2006 ان انا كنت مع الكابتن حسام في اوضه واحده او في ملعب واحد، ده شرف كبير جدا ليا، كلمته، فيستحيل ان انت الناس دي بتحترمها، فاهم ازاي؟ طب ايه المشكله بس قول لي، انا برضه ما وصلتش للمشكله. المشكله ان انت ما عندكش راي ثابت، المشكله ان انت ما عندكش حد في النادي بيطلع يتكلم، المشكله ان انت عندك اكتر من واحد ممكن يطلع يتكلم في موضوع واحد، فما ينفعش انا بتكلم النهارده لازم ان انا بطلع النهارده بتكلم، لازم ان انا عندي واحد بس يطلع يتكلم اسمه الكابتن ابراهيم حسن، ده اللي بيحب يتكلم. يقول عمرو زكي عنده ايه؟ دكتور، لا مش يقول عنده ايه، ان انا لما اتكتب على اي حاجه في اي مكان مش فاهم اصدقائي الكلام ده كله، كابتن ابراهيم يطلع يتكلم او الدكتور يطلع يتكلم، ما ينفعش الدكتور يطلع يتكلم من غير ما الكابتن ابراهيم يعرف، لازم يبقى في تسليم، ما ينفعش عمرو يطلع يتكلم من غير ما الكابتن ابراهيم او الدكتور يعرف، فاهم؟ لازم هو واحد بس يطلع يتكلم، هتتكلم في الكوره الكابتن ابراهيم اللي يتكلم، هتتكلم في الطب طبيب الفريق اللي يطلع يتكلم، اوكي الدكتور مصطفى على فكره من الدكاتره المحترمه جدا وانا بعتز بيه شخصيا، بس الدكتور مصطفى عشان يعمل حاجه يعني بيعمل حساب كتير قوي، يعني انا دي بس اللي انا لازم برضه يستاذن الكابتن ابراهيم حسن عشان يقدر يتكلم، ده طبيعي. بص يا كريم، انا بحترم جدا الوضوح في كل حاجه. ازاي؟ انا دلوقتي راجل عندي الاصابه هتقعد 6 شهور، هتقعد شهر، هتقعد 2، اطلع عمرو زكي مش موجود في الملعب من شهر كذا لشهر كذا، خلاص اي حاجه بيتكلم انا مش موجود شهر كذا شهر كذا، هيقول لي الدكتور مصطفى قال ان انت كذا كذا، الكلام ده صح ولا غلط؟ هل انا هنفي كلام قاله الدكتور اللي هو اصلا تخصص طب؟ لا يستحيل، لكن ما ينفعش تيجي تقول لي اصل الدكتور مصطفى النهارده قال ان عمرو في احتمال ان هو ممكن يلعب الماتش الجاي او بعد او ماتش انا بسمع كده فعلا في الجرايد نفسي الكلام ده ما اتقالش، ارجع للدكتور مصطفى الكلام ده قاله الدكتور، لا طب اطلع الدكتور رد على الناس كذا كذا كذا، فاهم؟ حاضر يا عمرو انا هطلع ارد كذا، ما بيطلعش يرد، يبدا قناه كذا تكلمني او جنون كذا يكلمني او مش عارف ايه يكلمني، مش قادر ترد، طب انا هرد اصغر الدكتور دوت ولا ارد اقول حاجه اصلا؟ يعني عمرو معلش هاخد من كلامك اللي انت الفتره اللي فاتت كنت بعيد خالص ان انت ممكن تلعب، يعني عندك اصابه ممكن تطول شويه، وكانوا بيطلعوا يقولوا خد لك الجهاز الطبي بيطلع يقول ان عمرو ممكن يكون موجود في الماتش، وانت كعمرو عارف ان انت مش هتلعب قريب. انا عارف ان انا مش قريب عارف، لا طب ليه كان بيتقال كده؟ هقول لك على حاجه، انا مديهم العذر في حاجه بسيطه، لكن بعد كده مفيش عذر لحاجات معينه، ايه هي؟ ان انا دلوقتي انا عايزك بس تبقى واضح في كلامك. لا انت بص يا كريم، يعني حتى انا اقول لك على حاجه، بس انا بتكلم على الهوا وبتكلم يعني بص، انا كان قبل ما اكمل كلام بس طبعا ببارك للكابتن حسن كراجل يعني من افضل مدربين العالم. هو هنتكلم في كابتن حسن بعدين، بس انا عايزك تركز معاك في الاصابه. انا ارجع لك. بص اولا انا ربنا الحمد لله والشكر لله مفيش 1%، وده كلام عايزك تتكلم في انا اللي فاتت دي اللي انت بتقول الدكتور بيطلع يقول عمرو زكي هيلعب الماتش الجاي، احتمال يلعب او ما يلعبش، وانت كعمرو زكي عارف ان انت مش هتلعب. جالي لان انا احساسك الشخصي جالي في مباراه المقصه بستلم كوره في نص الملعب، رجليها فتحت مني كده ما كنتش اكمل، حتى اسال يعني الناس اللي كانوا قاعدين بره كله قالوا عمرو هيتغير بعد 10 دقائق بالظبط. يعني مش الشوط الاول فتح، انا جسمي اتخبطت في ظهري، رجلي في ظهري، فجسمي لف يمين ورجليها فتحت شمال من ثبات، عكس اتجاه رجلي يعني فتحت جامد جدا. اوكي كملت الشوط الاول ما كنتش قادر، وكنت بين الشوطين كنت هتغير، حتى اتكلمت فقلت هنزل اجرب وكلام من ده. طبيعه الاصابه اللي عندك دي طالما مش في عضله
بتديك حاجه يعني بتخدعك في الوقت نفسه ان انت طول ما انت جسمك سخن ما بتحسش ما بتحسش بيه. جسمك اول ما جسمك بتحس انا خلاص ما كنتش قادر برضه ما كنتش قادر احط رجلي. كان بعد المباراه دي كان في توقف منتخب مصر. اوكي كان ماتش جنوب افريقيا. كان ماتش جنوب افريقيا. اوكي قعدت بالظبط 10 ايام انا ما نزلتش الملعب بالظبط، بس ما نزلتش الملعب عشان خاطر هم يعني ايه لسه بدري وكان لسه 15 يوم واحنا في النادي ممكن اللاعب قبلها بيومين ثلاثه ونزل تمرينتين وممكن يخش يبدا او يلعب احتياط او الكلام ده كله وجود يعني. تمام. اوكي فانا بالنسبه لي انا قلت رجلي بتاعتي عادي يعني بالنسبه انا مش دكتور. اوكي فجيت انا بعد 5 ايام بالظبط او 6 ايام طلبت من الدكتور ان انا اعمل اشعه على رجلي. قلت له دكتور انا حسيت الموضوع مش مظبوط. دكتور انا مش حاسس ان واحد مثلا رجليه فتحت فرايح يومين ثلاثه مع ميه سخنه مع لاب مع الكلام ده كله مع الراحه بقى كويس. قلت له حاسس كذا 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 فقال لا لا ما تقلقش فاهم ده المفصل انت جالك ملخ في المفصل وده حاجه عاديه فاهم ازاي حاجه يعني تاخد وقت معين هتلاقي من غير اي حاجه مش محتاج جلسات مش محتاج حاجه ولا الكلام ده كله. قعدت بالظبط بعدها يومين قلت له دكتور ده ما عادش على الماتش غير يعني اسبوع فاسبوع ماتش الاهلي ولا كان ماتش كان لا ما كانش مباراه طلع الجيش اعتقد طلع الجيش او المصري يعني مش متذكر قوي. فقلت له يا دكتور انا دلوقتي لغايه اللحظه دي مش حاسس 1% تحسن افضل ان انا اعمل اشعه مش هنخسر حاجه انا هعمل اشعه النهارده مثلا هنشوف الله. قال لي احنا يعني انا شايف كذا كذا ما لازم بس لو استنى يعني نشوف الوضع. قلت له انا استنى انا لسه 5 ايام على الماتش وبعد كده المفروض ننزل مع الفريق. قال لي بص ان احنا ننزل مع الفريق ونجرب اذا حسيت بحاجه اطلع. قلت له حاضر. فالاصابه دي عباره عن ايه؟ انت ممكن بتنزل دلوقتي مش حاسس باي حاجه اوكي اي حركه او ترم لا بالظبط او تشخيصها بالظبط بالنسبه لي يعني لان انا بحس اول ما بتيجي تنزل ممكن ما يبقاش في اي حاجه خالص مع اول ما بتجري بالظبط جسمك بيسخن هتقف ان انت تبدا تمرين تاني مش قادر اللي هو ايه مش وجع اللي انت مش مستحمله لا مش قادر كلاعب كوره ان انا اشتغل طبيعي وادي الشغل بتاعك عمرو زكي فاهم ازاي؟ فجيت خرجت مره واثنين وثلاثه من الملعب جيت قعدت قلت له يا دكتور الوضع بالنسبه لي مش طبيعي لازم اعمل اشعه. رحت عملت اشعاعات بتاعتي بعد كده برضه الموضوع مش طبيعي خرجت بره المباراه. جيت قعدت مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم قلت لهم يا جماعه دلوقتي انا مع احترامي الشديد للدكتور مصطفى راجل بعزه وكذا كذا طبيب الفريق انا يعني مش حاسس ان انا سليم يعني انا عندي حاجه مش حاسس ان انا سليم وانا برضه من النوع ان انا ما بقدرش اقدر لما اكون سليم 100%. فقلت له يا كابتن حسام اعمل ايه؟ الناس ليهم برضه يعني طبعا مش تقليل للدكتور مصطفى لكن احنا قلنا ان احنا زي موضوع ركبتي خدنا رايه واثنين وثلاثه فبعتوني للدكتور طبعا مشكورا الدكتور مجدي عبد العزيز ان هو في ثقه بين الكابتن حسام والكابتن ابراهيم في الراجل ده علاقتهم كويسه هو بيثق فيه جدا والراجل ده انا جربت موضوع ركبتي برضه يعني رايه مش هيخسرني حاجه بل هيفيدني. فرحت طلب مني ان انا اروح شاف رجليا قال لي انا شاكك ان يكون عندك حاجه اسمها فتاء رياضي. اوكي فتاء رياضي فتاء رياضي دوت لما بيكون في فتح جامد يعني هم يعني فتحه كده فتحه كده اوكي فحوالي رجلي دي فاهم ازاي؟ دوت لازم يتعمل له عمليه بتاعت بالظبط 3 اسابيع وترجع تلعب مفيش مشكله انت ممكن بعد كتير بعد اسبوع تبدا تجري خفيف اسبوع تاني تنزل مع الفرق. طلب مني ان انا اعمل اشعاعات ثانيه واروح لدكتور عظام جراحه عظام. دكتور مجدي رحت له فطلب منك اشعاعات ثانيه رحت رايح رحت للدكتور جراحه العظام وشاف رجليها كلام من ده بتاع بس من غير ما يعمل لي ما عمليش اشعه شافني كده كلام من ده في مستشفى في المعادي. فالمهم شاف رجلها عمل تيست يعني عمل تيست طبعا الدكتور كلام من ده قال له لا انت ما عندكش فتاء بالنسبه لي وكلام من ده بتاع الموضوع يعني ممكن يكون عضل ممكن كذا لكن بالنسبه لي كفتاء لا. بعد كده رحت للدكتور ايهاب عبد العزيز كراجل برضه انا شفته مره واثنين وثلاثه. مجدي عبد العزيز لا رحت للمجدي بعد كده رحت للدكتور ايهاب علي رحت له ده الدكتور كنت انا يعني كاتب بيه كده من فتره زمان اول ما كنت راجع من روسيا. شاف رجليا قال لي موضوع نفس الفرق طلب مني ان انا اعمل اشعه سونار. خلي بالك كل الكلام ده يعني ده عمرو يعني عشان بتحرك من الجهاز الطبي نادي الزمالك نفس ما يعني لو كلمتك في موضوع ركبتي يعني في حاجات ممكن ما تعرفهاش كتير يعني في لغات كتير برضه. جيت برضو انا انت كل ده بمشكلتك مع اللي هو خلاص بقى انا في المفصل بالظبط مش الركبه بالظبط يعني كريم انا كنت بلعب وانا لما جيت ما انا بوضح بس للناس لازم تبقى فاهم يا جماعه يعني انا لو ركبت انا يعني هخبي اصابتي. انت عرفت لعبتك في قطر والمانيا قعدت 7 شهور عرفت ودفعت اللي في النصيب